احسن طريقة تبدأ بيها فطارك هقول لك على ترتيب عظيم جدا، وده عن تجربة مش بس عن قراية وعلم. لا، انا جربت الكلام ده على نفسي، بحيث ان انت ما تتخنش قوي، بحيث ان انت تحافظ على صحتك في رمضان، بحيث ان انت تستفيد من فترة الصيام الطويلة اللي انت بتصومها، اللي هي شبيهة للصيام المتقطع. بصوا يا حبايبي، من اخطر العادات اللي انا كنت طول عمري بعملها واحنا كمصريين بنعملها في رمضان، ان احنا بنكسر صيامنا على عصاير وعناب وتمر هندي وكركديه وكميات مهولة من السكر رهيبة. دي اخطر حاجة انت بتعملها لصحتك. ان انت بعد عدد ساعات من الصيام ممكن توصل ل 14 و16 ساعة لو انت ما تصحرتش، وتيجي تضرب كمية سكر مهولة حتى لو سكر فاكهة طبيعي. اوعى تعمل كده، انت بتعمل سبايك للانسولين بتاعك، بترفع انسولينك في الدم رفعة بنت لذينة. خطر على البنكرياس، خطر على صحتك، خطر لان انت الرفعة دي وهتدخل بعدها كمية الدهون اللي في الفطار الدسم اللي انت هتاكله، ده خطر على شرايينك. ده غير ان ده بيخليك بعد ساعتين تلاتة هترجع تجوع تاني. بلاش العصاير دي. هو احلى حاجة تبدأ بيها وتكسر بيها صيامك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلح، تمر. فكرة التمر مش من الحاجات اللي بترفع السكر في الدم، لو كلت تمرتين او ثلاثة من الحاجات اللي فيها الياف عالية جدا، فيها فوائد صحية كويسة جدا. غير ان انت المضغ لحاجة مسكرة تكسر بيها صيامك، المضغ اللي بتعمله للتمر ده بيحفز البنكرياس انه يبتدي يستعد ان فيه سكريات داخله. ابتدي بتمر، واشرب معاه شويه لبن شويه ميه، بس ابعد تماما عن العصاير. انا عن نفسي بقيت بشرب كركديه من غير سكر، وبقيت بحب طعمه جدا من ايام ما كنت عامل كيتو دايت. انا بالنسبه لي ده طعمه حلو. فحضرتك لا عصاير ولا بتاع، ميه، رايب، لبن. كسرت صيامك يا حبيبي، الحمد لله. روح صلي المغرب وارجع عشان تجهز معدتك للمطحنة والمعجنة اللي جاية. ايه السيكونس بقى اللي هتمشي بيه في الفطار؟ اول حاجة يا معلم تبتدي بيها، لو في شوربة تشرب شوية شوربة دافيين حلوين قوي كده ويسخنوا المعدة معاك بعد ما صليت المغرب كده، وربنا يتقبل. مفيش شوربة، سلطة. طبق سلطة حلو كده مليان ألياف وفيتامينات وحركات. منه هيساعدك في الهضم، منه هيملى المعدة، منه هتاخد منه ألياف كتيرة جدا علشان تقلل امتصاص الدهون اللي انت هتضربها بعد كده. خلصنا السلطة، تخش على البروتين. لو ربنا كرمك كده بشوية بروتين، شوية سمك، حتة لحمة، شوية فراخ، مهما كان البروتين ده مطبوخ. انا مش بقولك تتعب نفسك، يعني ممكن تبقى فراخ بانيه مقلية، مع امرنا لله. بس بعد السلطة تخش على البروتين. البروتين من الحاجات اللي هضمها بياخد وقت، بتدي احساس بالشبع عالي وما بتتخنش. خلصنا كل ده، لو لسه ليك نفس تاكل بقى، خش في المكرونة البشاميل، خش في الرز، خش في الرقاق، خش في الحاجات اللي فيها نشويات. بس انا اعتقد ان بعد كل ده ان انت هتكون معدتك اتملت، هتقوم شبعان. ولو في حلويات حضرتك ايه، خلي الحلويات كده، ادي نفسك ايه، ما تشربش شاي طبعا ولا قهوة على طول، وما تفطرش على سجارة، بلاش الهبل ده. لو في حلويات او حاجة قدرت تحلي بفاكهة كان بها. هتخش بقى في المقلوبة والشنكوتة واللحلوحة وموسم اغتصاب الكنافة اللي بيحصل عندنا ده، خليها كده ايه بعد صلاة التراويح، بلاش تدبها على طول. جربوا النظام ده وقولوا لي في الكومنتس ايه اللي حصل، وهتدعوا لي باذن الله. ولو انت عايز تفيد غيرك يا معلم وما نكرش وما نتخنش، شير عشان تفيد غيرك. ورمضان كريم وبالهنا والشفا وصباح السعادة.